السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بوسي من قناة أكلات مطبخ بوسي. النهاردة هنعمل مع بعض أحلى تحلية بناكلها في الصيف، وهي الآيس كريم. طبعا الآيس كريم معروف إن هو أول حاجة بتيجي على بالنا في الصيف، وبنصرف عليه فلوس كتيرة جدا لو اشتريناه جاهز من بره. أنا بقى إن شاء الله هعمله لكم بطريقة حلوة وسهلة، والطعم الأصلي بتاع الآيس كريم مفهوش أي افتكاسات خالص. معايا هنا جايبة 2 باكت من الايس كريم نوعه دريم، ممكن تجيبوا اي نوع تاني، وجايبة كيس كريم جانتي. انا هنا عندي جايبة بطعمين، بطعم الشوكولاتة وبطعم المانجا. اول حاجة هنعمل اللي هو بالمانجا. معايا هنا طبق صغنن كده فيه قطع مانجا. ما نكترش قوي علشان طبعا المقدار بتاع البودر بتاع الايس كريم ما يبص مننا. هنفك الباكت بتاع الايس كريم ونحطه في العلبة اللي هنعمل فيها الايس كريم هي العلبة اللي هنحطها في الفريزر، علشان ما نهدرش، ما نقعدش ننقل من علب، علشان ما نهدرش من الايس كريم. فكينا الباكت زي ما انتم شايفين، هو بيبقى بالشكل ده. في انواع كتير ايس كريم زي ما قلت لكم، ممكن تجيبوها، وفي سايب كمان لو حابين تعملوه. بس انا بصراحة بحب الشركة دي، يعني كويسة جدا. وهنا هنحط معلقتين من الكريم جانتيه، بيديله تيست حلو جدا، وبيخليه كريمي اكتر، وبجد بيفرق في الطعم جدا. ومعانا هنا كوباية من اللبن المثلج، او ممكن تحطوا مية، او ممكن تحطوا نص مية على نص لبن. بصراحة انا حاطة نص مية على نص لبن، لان كده كده المانجا او بالذات ايس كريم الفواكه، يعني ممكن تقللوا في اللبن شوية، لان احنا يعني بنتك اكتر على طعم الفواكه، سواء بقى فراولة او مانجا او اي حاجة. وضربناه بالمضرب الكهرباء، ممكن بالمضرب اليدوي عادي جدا. وحطينا بقى في الاخر كده زي ما انتوا شايفين، احنا حطينا في الاول قطع المانجا عشان تتضرب مع الايس كريم، وفي الاخر هحط برضو قطع مانجا كده، علشان طبعا قطع المانجا اللي حطيتها في الاول دابت مع المضرب وهو بيتضرب كده. وفي الاخر كده هحط معلقتين مانجا كده، علشان لما نيجي بقى ناكل ايس كريم نحس بقطع المانجا. لو هتعملوه بالفراولة او باي نوع، هنخلط الاول الفراولة مع اللبن في الخلاط، ونعمله باللبن والفراولة، وطبعا حطيناه في الفريزر. تاني حاجة هنعمل بقى طعم الشوكولاتة. بس في الشوكولاتة بقى انا حطيت لبن سك من غير ما ازوده مية ولا اي حاجة. انا حطيته في العلبة الصغيرة دي، بس بصراحة انا هغيرها بعد كده. انا حبيت كده الم الدنيا في العلبة الصغننة دي، بس يعني بصراحة زاد مني وكان هيتدلق وكنت هحتاس، فرحت بقى ايه نقلاه في الاخر. هتشوف حطيت باكت الايس كريم بالشوكولاتة، وحطيت نص كوباية من نص معلقة كبيرة من الكاكاو الخام، علشان كده يغمق لي اللون شوية ويعزز لي طعم الكاكاو. وهحط لبن سك زي ما قلت لكم، لان كده لازم الشوكولاته يبقى ايه، لان احنا معتمدين برضو على دسامه الشوكولاته، مش الفواكه زي المانجا. فحطيت اللبن كده، ويا ريت لو في معلقه قشطه تحطوها. وحطيت برضو معلقتين من الكريم جانتيه، اللي انا كيس الكريم جانتيه اللي انا جايباه حطيت معلقتين. هنا بقى نقلت لقيتها ما شاء الله زادت عن العلبه اللي انا حطيتها، فنقلتها. ساعات كده الواحد ايه بيحب يقلف، فرطت مني يعني. ما علينا. المهم بقى ايه، شايفين بقى القوام الكريمي، بجد من احلى الايس كريم اللي هتاكلوه بصراحة. يعني مش عشان انا عاملة ده، انا جربت كتير انواع ايس كريم اللي هي بتتعمل دلوقتي، اللي هم بيحطوا كريم جانتيه مع الفواكه. يعني بصراحة انا حاسة ان هي تقيلة جدا، ان انا اكل كريم جانتيه بس مع، يعني حاسة ان انا باكل كريمة في الاخر، مش ايس كريم. بس لازم، انا حسيت ان لازم يبقى فيه بودرة الايس كريم الاصلية. المهم بقى ايه، هنا حطيتهم في الفريزر حوالي 3 ساعات كده. انا ما بحبوش يبقى ماسك قوي، بحبه يبقى كريمي شوية مع برضو التتليج، برضو يعني ايه بيدينا طعم حلو في الاخر. وانا طبعا ما عنديش، مش كلنا عندنا بولة الايس كريم، فحبيت احطها كده اللي هي الكوبايات المعيارية دي. ممكن تحطوها بالمعلقة العادية عادي جدا، مفيش اي حاجة، مش هنصعب الامور علينا. عايزة اقول لكم والله احلى ايس كريم هتاكلوه اكنكم يعني ايس كريم اصلي، يعني ما فيهوش الدسامة بقى بتاعت الكريم جانتيه. بس طبعا زي ما تحبوا، لانها دي اذواق. انا ذوقي في الايس كريم هو ده اللي بعمله طول عمري، مع اني جربت كتير قوي من الايس كريم، بس بصراحة بلجأ لده في الاخر. حبينا بقى ايه نشكل كده، حطينا مكسرات على المانجا، وحطينا اللي هي الشوكليت شيبس كده على الشوكولاته، وحطيت برضو شويه مكسرات اللي عندك حطيه.
بجد قوامه حلو جدا، طعمه حلو جدا، زي المحلات اللي هي او زي اللي احنا الشرك اللي بنجيبها، اللي هي الميجا والكيموكونو والحاجات دي. وفي انواع حلوة برضو نازلة، اللي هي المصري ده زيها بالظبط. بجد حلوة جدا، ممكن تعملوها في قوالب، اي قوالب عندكم، اي نوع بقى فاكهة هتعملوه، في فانيليا، في جميع انواع الأطعمة. ممكن تجيبوا فانيليا وتضيفوا عليها انواع فاكهة. انا بعمل يعني طول عمري بصراحة بعمل دي طريقتي في الايس كريم، ودي اللي معتمداها، وبجد حلوة جدا جدا، مجربوها هتعجبكم جدا. وطبعا اهم حاجة لو جربتوها وعجبتكم، او لو شفت الفيديو وعجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس. ولو انتوا على الفيس اعملوا متابعة للصفحة، ولو انتوا على اليوتيوب اعملوا اشتراك للقناة. وان شاء الله هكتب لكم المقادير في اول تعليق في الفيس وفي صندوق الوصف على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.